سؤال بس قبل ما نبدأ. لو كل الناس اللي في حياتك شافتك بنسختك الحقيقية، مش النسخة المؤدبة، مش النسخة المحترمة، مش النسخة الهادية، النسخة اللي انت بتبقى فيها لوحدك وانت قاعد مع نفسك في بيتك، هل تفتكر هيفضلوا معاك؟ انا مش بهزر، انا بسأل بجد. احنا بقينا نخاف ان الناس تعرفنا على حقيقتنا يمكن اكتر ما بنخاف ان احنا نخسرهم. كل يوم بنلبس شخصية، شخصية للبيت، شخصية للشغل، شخصية للصحاب. اما بالنسبة للسوشيال ميديا شخصية تانية خالص. المشكلة ان انت مع الوقت مش بتكدب عليهم، انت بتنسى انت مين اصلا. انا اسلام سلمان، وده بودكاست مفيش موضوع. خليني اسالك، لو اختفت السوشيال ميديا سنه كامله تفتكر كام علاقه في حياتك هتفضل؟ احنا بقينا نعيش الحياه بالشكل اللي يتشاف، مش بالشكل خالص اللي بيتعاش. مش بنروح المكان عشان ننبسط، بنروح عشان يتصور. مش بنطلب الاكل عشان ناكله، احنا بنطلبه عشان ننزله ستوري. وده اللي بيخلينا ساعات ممكن نقعد نختار من المنيو الاكل اللي شكله حلو، مش اللي طعمه حلو بالنسبه لنا. ومن هنا يظهر طبعا اخواتنا الفود بلوجرز. احنا بقينا نوثق اللحظه اكتر يمكن ما بنعيشها. في دراسه من جامعه هارفارد اكتشفوا لما حد يتكلم عن نفسه او ينشر حاجه عن حياته والناس بتتفاعل معاه، المخ بيفرز دوبامين، نفس مادة المكافأة بالظبط، ونفس المادة اللي احنا بنلاقيها في حاجات تانية زي العادة السرية، زي المخدرات. حاجة مكافأة للمخ بتعيشه لحظة نشوة كده. يعني اللايك مش مجرد لايك، ده احساس تقدير فوري. انت مش فرحان خالص بالصورة، انت فرحان انك حسيت انك مرئي، ان الناس شايفاك على السوشيال ميديا وبتتفاعل مع وجودك موجود معاهم. تخيل كده معايا بوست انت نزلته ومحدش عمل له لايك. هتحسه عادي ولا اكن حد في الحقيقه تجاهلك؟ بالمناسبه لو الكلام ده لمس فيك حاجه، خش حالا نعمل سبسكرايب. عايزين نوصل ل 150 200 سبسكرايبر كده، احنا دلوقتي واقفين عند 99. وفعل زر الجرس، اعمل لايك، اخبطنا الكومنت المتين، قول لنا ايه رايك في الكلام لحد دلوقتي، ايه التوبكس اللي انت حاببنا نتكلم عنها. شغل الشغل كده يا معلم. وفي نفس الوقت مش عشان انا، عشان في الاغلب الحلقات الجايه هتكمل نفس الفكره اللي جت في دماغك دلوقتي. في عالم نفس اسمه ايرفين جوفمان. قال ان الانسان طول الوقت عامل زي ممثل على المسرح، بس المسرح ده هو المجتمع اللي احنا عايشين فيه. يعني وانت قدام مديرك بتعمل نفسك الموظف المثالي، قدام صحابك الجدع احمد السقا يا معلم. هو انت ايه يا اخي؟ هو انت ازاي جدع كده؟ مجرة جدعنة، كوكب جدعنة، ده انت اجدع من السقا يا اخي. قدام اهلك بتبقى الابن المطيع. عشان كده احنا مش شخص واحد، احنا شخصيات جوانا بنشغلها على حسب الجمهور والناس اللي احنا قاعدين معاهم. انت مش منافق، انت بتحاول تقبل من الناس. كل واحد فينا عنده نسختين، نسخه بيبقى فيها مع الناس صحابه اللي في الشغل، ونسخه بيبقى فيها مع اهله في البيت. في الشغل انت بتبقى واثق ومركز وبتعرف تهزر وبتعرف تتعامل مع الناس وبتعرف تديل مع المجتمع ومع المشاكل والحاجات اللي بتظهر قدامك. اما في البيت بطة بلدي. في البيت بقى بتبقى ساكت، مش مركز، مش عارف تتكلم مع الناس. احنا مش بنتعب من الشغل، احنا بنتعب من الشخصية اللي احنا بنمثلها في الشغل. سؤال: هل الناس في شغلك بيحبوك؟ ولا بيحبوا النسخة اللي انت بتقدمها لهم. في ابحاث عصبية لقت ان رفض الناس ليك اجتماعيا بينشط نفس مراكز الالم الجسدي في المخ، اكنك واخد خبطة على دماغك بالظبط. الرفض فعلا بيوجع، مش مجازا. عشان كده احنا بنمثل عشان نبقى اكسبتد من الناس، مش عشان نخدع الناس، احنا عشان نحمي نفسنا. تفتكر كده ليه الشخص البارد جذاب؟ لان دماغك بتربط الندرة بالقيمة. كل ما الشخص ده ما كانش موجود، كل ما الشخص ده بالنسبه لك جذاب اكتر. ده اسمه تاثير الندره، اللي هو سكارستي افكت. اللي بيرد متاخر مطلوب وبتستناه، اللي مهتم بيتاخد كامر مسلم. يعني الشخص اللي انت بتبعت له او ما تبعت له تلاقيه تايبنج وبيرد عليك وبيتفاعل معاك، تكلمه يرد من اول رنه، ده بالنسبه لك انت بتبقى واخده اكنه حاجه انت ضامنها وضامن وجودها معاك في حياتك على طول. فدايما بتبقى مهمشه. احنا بقينا نخاف ان احنا نبان ضعاف، يمكن اكتر من نخاف ان احنا نخسر بعض. يمكن احنا مش بنمثل عشان نضحك على الناس، يمكن بنمثل عشان نعيش. نمثل بس مش على بعض. تحبيني قشطة أحبك صعب. لان فعلا الحقيقه احنا مش كلنا مقبولين بشخصياتنا الحقيقيه، فبنخلق نسخه اخف، بتهزر اكتر، اقوى، اقل حساسيه، الناس تقبلها وتبقى على قلبهم خفيفه، يعرفوا يتعاملوا معاك. سؤال: لو الناس شافتك على حقيقتك 100%، تفتكر هيفضلوا معاك ولا هيسيبوك ويمشوا؟ المشكله مش انك بتلبس قناع، المشكله ان انت فعلا مع الوقت ساعات بتنسى انه قناع. يمكن مش مطلوب منك انك تبقى حقيقي مع كل الناس، بس لازم يكون في مكان واحد فعلا على الاقل بتعرف تكون فيه نفسك، تعرف تكون بتظهر بشخصيتك الحقيقيه مع الناس اللي موجودين فيه. البيت، جروب صحاب قريب منك جدا، واحد صاحبك بتحبه قوي، حد من صحباتك بتحبه، او ولد او بنت، يكون بالنسبه لك كومفورت زون زي ما بيقولوا. اسوأ شعور مش ان الناس ما تفهمكش، اسوأ شعور انك فعلا تفضل تمثل على الناس لحد ما انت نفسك تنسى انت كنت مين وتنسى شخصيتك الحقيقيه. اكتب لي في الكومنتات فين المكان اللي انت فعلا بتبقى فيه على طبيعتك براحتك، ومش بتلبس القناع بتاع شغل او بيت او مع اصحابك. ولو فعلا مفيش، يبقى الحلقه دي فعلا كانت ليك، يمكن تنور لك حاجه جواك وتخليك
تبص على الحياه من زاويه تانية. ولو وصلت معانا لحد هنا فانت مش بتتفرج، انت فعلا كنت محتاج تسمع الكلام ده. اعمل فولو دلوقتي او سبسكرايب عشان في الاغلب الحلقه الجايه هتبقى عنك برضه. كنت معاكم انا اسلام سلمان، وده بودكاست مفيش موضوع. السلام عليكم.